وفي ناس انا عارف ان هي هتزعل قوي لما تشوفني باكل الاكل ده لوحدي. هي اكيد بتتفرج وانت عارفها. اكيد زعلانه قوي. بص حتى يعني من غيرك مش حلوه قوي حتى بقى. احنا هنجربها بالصوص الرانش. كده النهارده قررنا انا والحاج درديري نغير. تمام، يعني هنغير بقى ايه، بس مش هنغير جامد، هو بيتزا برضه صح؟ يعني جربنا الحلويات وجربنا بتاع ده، لسه في ليله كبيره يا حاج درديري. النهارده جبنا ايه؟ بيتزا. صح يا حاج درديري؟ جبنا بيتزا. هنجرب البيتزا دي تمام، ونقول طعمها حلو هنا في الامارات في العين ولا طعمها احلى في مصر، عشان هي في مصر طعمها جامد صح؟ وطبعا في ناس من الشكل ده ممكن تعرف اساسا، ولو قلت اساسا النوع ايه هتتعرف على طول، يعني من غير ما اي حاجه، عشان دي تقريبا الوحيده اللي بتعمل البيتزا دي. انت طالبها بايه يا حاج درديري؟ انا طالبها بالبيبروني. ببروني؟ حاج درديري مش سهله يا جدعان. حاج درديري هيقول لنا بقى الببروني معاه ايه ظروفه، وانا اقول له اللي هي ايه ديت. بصوا صحيح انا معلش نسيت اقول لكم، بس عشان واحد كان صايم وجعان. ده حجمها تمام، وده شكلها. دي التشيكن رانش صح؟ تشيكن رانش يا عم الحاج ولا مش عاوز حاجه تاني؟ والله مش هتديني يعني سلايز وانا سلايز وكده؟ ماشي. لا حاجه، بص هنقي لك سلايز تعبان، بلاش الشغل ده يا حاج درديري. اي بس هتجيب حاجه حلوه؟ حاج درديري مروج علينا. ايه هو دي؟ ده، بس مش طويل قوي. الشغل ده انا انقي لك يا حاج درديري. استنى جيب لك واحد قده بالظبط. انت جايب لي انا اللي هو ده ولا يا تشغل دماغك يا حاج الدرديري، هشغل دماغك. العجينه زي ما انتم بدلوها صح. لا ايه ده اصغر بتاعي اصغر. بصوا ده اللي هو بايه؟ بالبيبروني. قول لي برضو الصوص رانش ايه اخباره؟ حلو تمام. طب احنا نجرب بقى نسيب. طبعا ما بيجيش بالبطاطس دي، البطاطس دي احنا اللي عاملينها هنا في البيت. وطلبت معاه برضو في صوص بيجي، فطلبته صوص الرانش برضو عشان هو اجمد صوص. يعني شوف انت متفق معايا ولا مش متفق واكتب في الكومنت. بس انا بقول ان ايه صوص الرانش هو اللي حلو. انت طالب الصوص ايه يا حاج ترديد؟ رانش. اهو طالبه رانش وانا طالبه رانش. نجرب بقى. بصوا خش عليا كده يا حاج درديري، مسيطك يا حاج درديري. طعمها حلو صح؟ عايز حاجة تاني؟ هنا لغوصة بقى مفهومش دعوة. انت حاطط لك فلفلاية برضه؟ كله. يبقى حاطط فلفلاية كده. ايه؟ كله حاطط له فلفلاية؟ جميل. حلو بجد، حلو. طعم العجينة فيه هو كان مدي 3 خيارات يعني صح؟ فطبعا يعني دي كده الرفع ده كده ده العادي، ده كده الرفع العادي. طبعا دي احنا جايبينها وعملنا بطاطس وكده عشان ناكل البطاطس بالصوص الرانش. انا عندي بقى البيبروني كتير والعجينه طعمها حلو. البيبروني عندك كتير؟ هو باين اهو صح. البيتزا عنده فعلا البيبروني بتاعها كويس. هو هنا احلى حاجه ان العجينه طعمها صوص الرانش، فطعمها حلو. لا جميله عجبتني يعني.
البراند ده او المطعم ده دايما بيعمل حاجته حلوه. هنا بقى في الامارات في مصر طعمه جامد الصراحه. احنا هنجرب بتاعتك اهي. طب انت بتاكل البيتزا كده ولا كده؟ في ناس بتاكل البيتزا عاملاها كده بتاكلها كده، وفي ناس بتعملها كده. اما تكون حطها في صوص بنعملها كده مش نعمل داخل الصوص. اه يعني بتعمل ودن القطه دي عشان بالصوص زي الملوخيه. اه جدعان حاج درديري يعني في مره هطلعه لكم عشان تعرفوا هو واصل لليفل ايه كده في الاكل. الله ينور. احنا هنجربها بالصوص الرانش. كده بس طعمه حلو. مم، مم. هو الصراحة البراند ده مش محتاج إعلانات ومش محتاج حد يقول تقييم فيه عشان هو طعمه حلو. بس لو يزود بطاطس والحاجة الساقعة احنا اللي جايبينها برضه. حاجة ساقعة وبطاطس محتاج حاجة تاني؟ زي الفل يا عم. عايز حاجة من الدنيا؟ حطيت لي صلصه كتير بقى. زود إيه؟ الصلصه بقى. الصلصة؟ اه في البيبروني. صلصة البيبروني اه بص قد ايه كتير ها؟ بتبص كده. هي الصراحة حلوة. مم، مم. بس تصدق البيتزا مع البطاطس نجرب مع الفلفل؟ عايز حاجة من تاني من الدنيا؟ لا يا شكرا. آه. تعرف دي عاوزة ايه؟ ايه تبقى ممدد كده قدام بحر فوقك الشمسية وجنبك الحاجة الساقعة ومفيش صوت. صح؟ صح. و36 بوكس من دول. كلت بيتزا احلى من دي؟ لا يا راجل خالص. انا باكل بيتزا كتير بس دي عشان فيها صلصه كتير وحاجات كتير. عشان متوسعين في الحاجة. اه طب ايه البيتزا يعني دي نمبر 1 عندك في البيتزا اللي كلتها ولا في حاجة شبيهة ليها؟ ايوه مطعم تاني كده بس مش فاكر اسمه ايه. اه هنا ولا في مصر؟ حلو. هنا؟ براند ولا حاجة كده على قدها؟ لا مطعم مش براند. مطعم كده؟ ده اللي كنا فيه انا وانت؟ امم صح؟ اللي كان بالسجق؟ اه ايوه. على فكرة خليفتي بعد كده. على فكرة ده المطعم ده انا كنت هقوله. فعلا فطيرته حلوة جدا بس بالسجق اللي هي فطيرة مش بيتزا، فطيرة. كان عاملها وهم. فمرة هروح اجيب منه. هو يعني على قده وكده بس بيعمل البيتزا جامدة جدا. ربنا يرزقه ويوسع عليه. ان شاء الله مرة نروح نعمل له دعاية وكده بقى. هو تقريبا كان مصري صح؟ اه هو كان مصري والله. لو كده نبقى نطلب منه ونعمل له فيديو. خيال. طلع الفلفل ده مهم والله مهم.
يعني بين سلايز والتاني تكسر بيه، تاخد قطمه كده عشان تبدا تدوق البيتزا تاني، صح؟ بس هي مليانه فعلا حلو، بس طبعا مش مليانه زي بتاع المصري. بتاع المصري كان يعني السجق كان ممكن نعمل منه سندوتشات. مم. عايز حاجه تاني من الدنيا؟ عايز بق دلوقتي حاجه ساقعه. مم. لا جميل. ايش باكل؟ بتهزر أكلت كتير. ولا هتسيبهم للسحور؟ السحور. للسحور ها؟ اه. صحيت انت، انا ماليش دعوه، زي فرانسيسكو ممكن تلاقي قطمه شمال قطمه يمين، انا ماليش دعوه. ده مش انا، ها؟ ده بقي، ماليش دعوه. ماشي. عاوز ما محدش يجي جنبه ولا عادي؟ اللي هيجي جنبهم ياخد قطمة صغيرة. اللي يجي جنبهم ياخد قطمه صغيره؟ ماشي، حطه هنا جنبي. يعني انت بقى طلعت بتحب البيتزا الايطالي دي ولا بتحب البيتزا الشرقي اللي هي الفطيره الشرقيه؟ الاثنين، عشان البيتزا الإيطالي بجيب منها أوقات كتير، والبيتزا الشرقي لما بجيب منها بجيب هي كده طعمها حلو. يعني بيحب الاتنين زي بعض. طب طالما ده عجبنا مش لازم نقول هو اسمه ايه؟ ده بابا جونز. طبعا بالشالوت صح؟ ده بابا جونز. اقلب الموبايل كده، اقلبه كده، هو بابا فعلا معهم صح؟ هو بابا جونز بيبيع بطاطس اساسا؟ اوقات بيبيع بطاطس وشيبسي او بطاطس حاجه عصير يعني. بس لما يكون في الوجبات الكبيره العائليه. ايه لا انا عنده بطاطس؟ كده كبيره. امم وجبات العصير. عايزين نبقى نجرب البطاطس بتاعته. احنا بس بنجيب الفرد راح عشان كده ما جابش بطاطس ولا عصير. خطيرة. وفي ناس انا عارف ان هي هتزعل قوي لما تشوفني باكل الاكل ده لوحدي. هي اكيد بتتفرج وانت عارفها. اكيد زعلانة قوي. بابا جونز من غير. بصي حتى يعني من غيرك مش حلوة قوي حتى ها. حاج تدرير بيتها. وكده نقيم بابا جونز كام؟ اديله اديله ما ترحمهوش. 9.5. 9.5 وانا 9. ليه؟ عشان النص ده لو فطيرة شرقي. انا النص بتاعي عشان هو ما عندهوش بطاطس بس. ولا بطاطس ولا حاجة ساقعة صح؟ اللي هو نقص النص ده عشان مفيش بطاطس، بس البيتزا ذات نفسها والعجينة 10 من 10. لا هو الصراحة في الإيطالي البيتزا كده لا جميل. العيش بتاع العجينة بتاعته ناخد آخر بقى قطعة
اقفل البطاطساية. نقفل. خدت حاجة من الدنيا؟ لا خدت بابا جونز اهو. عاوز حاجة تاني من الدنيا؟ اقفل يا حاج ترتيب.